كل سنة ناس كتير بتعاني من مرض الربو أو الأزمة وبتخليهم مش عارفين يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. والأغرب من كل ده إن ناس كتير منهم مش عارفين أسبابها أو إزاي يتجنبوها. في الفيديو ده هنعرف أكتر عن مرض الربو. السلام عليكم، أهلا بيكم بفيديو جديد مع أحمد أبو زيد. تعالوا في البداية نعرف أكتر عن طبيعة المرض. زي ما تعودنا في كل فيديوهات، هنعتبر إن الجهاز التنفسي عبارة عن مواسير علشان نسهل الموضوع. عندك الأنف وبعدها ماسورة كبيرة اسمها القصبة الهوائية، وبتتفرع لمواسير أصغر فأصغر لحد ما توصل لكل مكان في الرئة. المواسير دي هي اللي بتوصل الهواء للرئة. طبعا الموضوع فيه تفاصيل كتيرة جدا ومعقد عن كده، ولكن إحنا هدفنا التوضيح. في مريض الأزمة أو الربو المواسير دي بتتسد. إزاي يا أبو حميد؟ مريض الأزمة بتزيد عنده الإفرازات وبيحصل التهاب شديد في مجرى التنفس، وده بيؤدي لانسداد مجرى التنفس ويخليه مش عارف ياخد نفسه بشكل كويس، وده لأسباب كتير هنوضحها دلوقتي مع بعض. لو مش مستوعب لسه اللي احنا قلناه، تعال أقولك على تشبيه بسيط يوضح لك الأمور أكتر. احنا قلنا إن مجرى الهواء عبارة عن مواسير. تخيل كده إن الماسورة دي حجمها صغر واتملت سوائل. السوائل دي زي المخاط، فالسوائل دي سدتها. طيب هل المية هتعرف تعدي من الماسورة؟ هتقولي لا طبعا. اهو ده بالظبط اللي بيحصل لمجرى الهواء عند مريض الأزمة لما تجيله النوبة. ولازم دلوقتي نفرق بين حاجتين مهمين جدا، وهما الأزمة والسي او بي دي، الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز او الانسداد الرئوي المزمن. ايه الفرق بينهم يا ابو حميد؟ الأزمة والسي او بي دي متشابهين في انسداد مجرى الهواء، ولكن الأزمة بتحصل اكتر في الأطفال ومرتبطة بوجود حساسية، على عكس السي او بي دي اللي بيحصل اكتر في الكبار والمدخنين. وفي فرق مهم قوي هنا لازم نعرفه، وهو إن مريض الأزمة مش بيعرف ياخد نفسه أثناء النوبة، ولكن لما النوبة بتخلص بيرجع تاني يتنفس بشكل طبيعي، وبيرجع مجرى الهواء عنده طبيعي زي ما كان. وكمان مريض الأزمة بيتحسن مع العلاج. إنما في السي او بي دي ده مرض مزمن، مجرد ما بيحصل العيان بيفضل على حالته. وزيدك من الشعر بيت إن العيان لو فضل يتعرض لنفس المسببات حالته هتسوء أكتر. وهنبقى نتكلم في فيديو تاني عن مرض السي او بي دي بالتفصيل. إيه أهم الأسباب اللي ممكن تسبب نوبات الربو؟ تعالوا دلوقتي مع بعض نعرف أهم الأسباب اللي بتسبب نوبة الربو. ممكن يكون بسبب الحساسية. ممكن تتولد وعندك حساسية من حاجة معينة واسمها الألرجين. الألرجين دي الحاجة اللي بتعمل لك تهيج في الجهاز التنفسي وبتسبب لك نوبة ربو. ممكن تكون حاجة معينة بتاكلها، ممكن تكون حاجة معينة بتشمها، ممكن يكون مهنة بتشتغلها وإلى آخره. طب إيه تاني من الأسباب اللي ممكن تسبب نوبة ربو؟ ممكن يكون بسبب التدخين، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. بشكل مباشر يعني أنت ذات نفسك اللي بتدخن. بشكل غير مباشر يعني تدخين سلبي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت قاعد في مكان في ناس بتدخن فيه. ممكن السبب يكون وراثي، ممكن يكون السبب انك اصبت بعدوى فيروسيه متكرره وانت صغير، ممكن يكون بسبب التمرين، ممكن يكون بسبب مواد كيميائيه زي الدهانات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا ممكن يكون في واحد بيشتغل نقاش وعنده ازمه، فبمجرد ما بيتعرض للدهانات ويشم ريحتها بيحصل له تهيج في الجهاز التنفسي وبيحصل له نوبه ربو. ممكن كمان يكون بسبب زياده الوزن. اهم الاعراض اللي ممكن تشوفها على مريض الربو. تعالوا نعرف مع بعض ايه هي اهم الاعراض اللي ممكن نشوفها على مريض الازمه. اول حاجه صعوبه في التنفس، تاني حاجه كحه مستمره، تالت حاجه تزيئه في الصدر او اسمها الويزنج. كمان ممكن المريض يحس بوجع في صدره. طيب يا ابو حميد، الاعراض دي بتحصل امتى؟ الاعراض دي بتزيد بعد منتصف الليل او الصبح بدري. اهم المضاعفات اللي ممكن تحصل لمريض الربو. طيب يا ابو حميد، لو انا سبت نفسي من غير علاج ايه اللي ممكن يحصل؟ تعال اقول لك ممكن يحصل لك ايه. ممكن يحصل لك حاجه اسمها السيفير اتاك، ودي بتكون نوبات اصعب بمراحل من نوبات الربو العاديه، ولو في حد مريض ربو هيبقى عارف الكلام ده كويس. تاني حاجه ممكن يحصل لك لا قدر الله حاجه اسمها ريسبيراتوري فيلير او فشل في الجهاز التنفسي. تالت حاجه ممكن يحصل لك عدوى في الجهاز التنفسي. رابع حاجه ممكن يحصل لك مشاكل دائمه في مجرى التنفس والى اخره. وفي حاجه معينه حابب اقول لك عليها، ان في الحالات الشديده من نوبات الربو العيان بيبدا يستخدم حاجه اسمها الاكسسوري ماسل او العضلات المساعده، ودي عضلات مش بتستخدم في التنفس الطبيعي. طبعا استخدام العضلات ده بيعمل اجهاد على الجهاز التنفسي وبيعمل اجهاد على الجسم كله، وده بيؤدي لمشاكل خطيره انت في غنى عنها. ازاي تحمي نفسك من الربو؟ طيب يا ابو حميد، انا عايز اعرف دلوقتي ازاي اقدر احمي نفسي من ان يحصل لي نوبه ربو. تعال اقول لك تعمل ايه. اهم حاجه لازم تعملها تحاول تبعد نفسك عن المسبب الرئيسي للنوبه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو في واحد بياكل فراوله والفراوله دي كل ما ياكلها تعمل له حساسيه وتبهدل له جسمه، فايه الحل؟ هتقول لي انه يبطل اكل الفراوله او ياكلها بكميات قليله. بالظبط، هو ده الحل. بنفس الطريقه دي هنتعامل مع مرض الازمه. يعني ايه يا ابو حميد؟ يعني لو لاحظت ان في حاجه معينه لما بتعملها بتزود عندك النوبات او بتعمل لك تهيج في مجرى التنفس، يبقى تبطلها او تبعد عنها بنفس النظام اللي عنده حساسيه من الفراوله. تاني حاجه تحاول تحافظ على وزنك. تالت حاجه تبطل تدخين لو بتدخن. طب هل ممكن اكون مش بدخن والتدخين هو اللي عامل لي المشكله دي؟ هقول لك ممكن. طب ازاي؟ انت ممكن تكون بتقعد جنب حد بيدخن، فده اسمه تدخين سلبي كانك بتدخن زيه بالظبط. فلو في حد جنبك بيدخن ما تقعدش جنبه. طيب يا ابو حميد، انا عملت كل الحاجات دي، هل ده كافي ان يحميني من نوبات الربو؟
هقول لك لا طبعا، لازم تروح لدكتور، ولازم الدكتور ده يتابعك ويحط لك خطه علاج تمشي عليها. وطبعا خطه العلاج دي بتختلف من مريض للتاني حسب حالته. لازم تعرف نقطه مهمه جدا، وهي ان نوبات الربو مش هتروح من غير علاج. وطبعا المريض ادرى واحد بحالته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت اكتر واحد عارف ايه اللي بيتعبك وايه اللي بيسبب لك نوبات الربو، فحاول تتجنب الحاجات دي وتبعد عنها قدر المستطاع. وفي النهايه احب اقول لك ان مرض الربو منتشر جدا، بس سهل تتحكم فيه لو التزمت بعلاجك اللي الدكتور قال لك عليه، وابتعدت عن اي حاجه تسبب لك حدوث النوبات. الربو عباره عن نوبات متكرره بتحصل لما تتعرض للمسبب، ولو في حد مريض ربو بيسمعني هيبقى عارف الكلام ده كويس. دي كانت حلقتنا النهارده، انتظرونا فيديوهات تانية، وبس كده، سلام.